السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ فيديو النهاردة يعتبر فيديو تاريخي بالنسبة لي وبالنسبة لأي حد دلوقتي هيتابع الفيديو، لأننا هنا مش هنتكلم عن أي ألعاب وخلاص، احنا هنا هنتكلم عن أفضل 10 ألعاب للجيم لوفت لازم تلعبهم وتجربهم ولو مرة واحدة في حياتك. مستعدين؟ يلا نبدأ. اللعبة رقم واحد واللي اسمها اسفلت 8 ايربورن. اللعبة دي كانت نقلة نوعية في ألعاب السباق، مش بس من ناحية الجرافيك ولكن كمان بسبب الجيم بلاي السريع والممتع اللي خلاها مختلفة تماما عن أي لعبة سباق تانية. لو كنت بتحب ألعاب السباق العادية اللي بس بتضغط بنزين وتفرمل في الملفات، فدي كانت هتغير فكرتك تماما، لأن أسلوبها معتمد على السرعة الجنونية والقفزات الهوائية اللي بتخليك تطير فعليا بعربيتك، وده كان بيضيف متعة غير طبيعية للعبة. اللعبة قدمت مجموعة ضخمة من العربيات اللي كانت متقسمة لفئات حسب قوتها، وكان عندك حرية انك تطور كل عربية عن طريق كسب السباقات وتجمع فلوس او طبعا تشتريها بفلوس حقيقية، وده طبعا اللي ما كانش بيحبه معظم اللاعبين بس كان موجود في معظم الالعاب وقتها. اللي كان بيخليها ممتعة بجد هو احساس المنافسة، لانك مش بس بتتسابق لكن كمان بتستخدم النيترون عشان تسبق المنافسين، ولو حد قرر انه يضايقك تقدر تخبطه وتدمر عربيته باسلوب كان بيديك احساس العاب الاكشن اكتر من انه مجرد سباق. الجرافيك كان خرافي وقتها، خصوصا مع تفاصيل المدن المختلفة اللي بتسوق فيها من الصحراء للجبال، وكل بيئة كانت فيها اختصارات تقدر تستخدمها عشان تسبق المنافسين. ده غير ان بعض الحلبات كان فيها مناطق فيها تفاعلات بتتغير، زي انك تلاقي طريق انهار او عربيات بتتحرك بشكل غير متوقع. دي كانت واحدة من الالعاب اللي مستحيل تمل منها، وناس كتير لسه بيلعبوها لحد دلوقتي رغم مرور السنين عليها. اللعبة رقم 2 واللي اسمها مودرن كومبات بلاك اوت. لو لعبت الأجزاء اللي فاتت من اللعبة دي هتحس إن كل جزء كان بيتحسن بشكل واضح، لكن الجزء الخامس ده كان بمثابة قفزة ضخمة سواء في الجرافيك أو أسلوب اللعب أو حتى القصة اللي كانت أفضل من أي جزء قبل كده. أول حاجة كانت بتميز اللعبة هي إنها قدمت تجربة أقرب جدا لألعاب الكونسول، يعني لما كنت تلعبها على الموبايل كنت بتحس إنك بتلعب حاجة ضخمة فعلا مش مجرد لعبة موبايل خفيفة. الجرافيك كان واقعي جدا خصوصا مع المؤثرات البصرية زي الإضاءة والظلال بتاعت الشخصيات والتفاصيل اللي كانت موجودة في البيئات المختلفة اللي بتتنقل بينها خلال المهمات. أسلوب اللعب كان سلس جدا والتحكم كان مصمم بحيث يناسب شاشات اللمس بشكل مثالي، رغم إن ناس كتير كانوا بيفضلوا يلعبوها على دراعات البلاي ستيشن عشان الدقة العالية في التصويت. كان عندك نظام تصويت تلقائي بسيط يساعدك، لكنه ما كانش بيخلي اللعبة سهلة لدرجة مملة، لأن الأعداء كانوا بذكاء اصطناعي محترم وكان لازم تتحرك وتحمي نفسك بشكل تكتيكي. القصة كانت قوية جدا مقارنة بألعاب الموبايل التانية، وكانت بتاخدك في رحلة مليانة أكشن وتفجيرات ومؤامرات عالمية، وده اللي خلاها مش مجرد لعبة شوتر والسلام، لكنها كانت تجربة متكاملة فيها تشويق وإثارة. طبعا الأونلاين كان من أقوى الحاجات في اللعبة، وكان فيها أنماط لعب كتير وكنت تقدر تلعب مع أصحابك أو ضد لاعبين مختلفين. اللعبة رقم 3 واللي اسمها جانجستر فيجاس. اللعبة دي كانت محاولة لجيم لوفت إنها تقدم حاجة زي جي تي اي على الموبايل، واللي كان بيخليها ممتعة جدا هو الحرية الكبيرة اللي كانت بتديها لك سواء في التنقل في المدينة أو تنفيذ المهمات أو حتى تعمل مشاكل في المدينة بأي طريقة تعجبك. اللعبة كان عندها قصة بتدور حوالين عالم الجريمة، وكنت بتلعب بشخصية مقاتل في رياضة MMA اللي بيتورط في مشاكل مع العصابات الكبيرة في فيجاس، وبتبدأ رحلتك في إنك تبني نفسك وتدخل في صراعات خطيرة. كان عندك كمية مهام ضخمة من سرقة العربيات لمعارك العصابات لمطاردات الشرطة، وكل حاجة كنت تتوقعها من لعبة عالم مفتوح محترمة. الجرافيك كان قوي جدا خصوصا في تفاصيل المدينة والبيئات اللي بتنتقل فيها، وكان عندك كمية ضخمة من الأسلحة والعربيات اللي تقدر تستخدمها. كان في كمان شوية عناصر مجنونة زي إنك تستخدم طيارات هليكوبتر أو تركب دبابات أو حتى تستعمل أسلحة خيالية زي ليزر أو مدافع ضخمة. واللعبة رقم 4 واللي اسمها زومبي وود. اللعبة دي كانت تجربة مجنونة ومختلفة تماما عن ألعاب الزومبي التقليدية. جيم لوفت خدت فكرة الزومبي وحولتها لحاجة فيها أكشن ومرح بنفس الوقت، وخلت الجرافيك كرتوني شوية لكن بأسلوب جذاب جدا. بتلعب بشخصية راجل عادي لابس جاكيت ونضارة شمس، وبتلاقي نفسك في وسط غزو زومبي في هوليوود. بدل ما تهرب زي أي شخص طبيعي بتقرر تبقى بطل الأكشن اللي بيصفي الزومبي في أفلام رعب حقيقية. الفكرة كانت إن كل مستوى بيمثل مشهد من فيلم أكشن، وبيكون له تحديات مختلفة زي قتل عدد معين من الزومبي
الزومبي أو الدفاع عن منطقة معينة. اللعبة كانت مليانة أسلحة مجنونة زي مسدسات ليزر وبنادق رشاشة وحتى أسلحة نارية غريبة جدا مش بتشوفها في أي لعبة زومبي تانية. ده غير إنك كنت تقدر تخصص شخصيتك وتغير في لبسها عشان تديها طابع خاص بيك. كانت لعبة ممتعة جدا وخلت الزومبي حاجة أكتر تسلية بدل ما يكونوا مرعبين بس، وده اللي خلاها مميزة وسط ألعاب الزومبي التانية. اللعبة رقم 5 واللي اسمها The Amazing Spider-Man 2 كانت من الألعاب القليلة اللي قدرت تقدم تجربة سبايدر مان بشكل محترم على الموبايل. كان عندك عالم مفتوح تتحرك فيه بحرية وكنت بتقدر تطير بين المباني بأسلوب كان واقعي جدا، وده كان بيخلي إحساس اللعب ممتع جدا. القتالات كانت ممتازة وكان عندك مجموعة من الحركات اللي بتقدر تستخدمها ضد الأعداء، وكان فيها معارك ضد زعماء أشرار معروفين زي فينوم وإلكترو، وده كان بيضيف للعبة متعة كبيرة. الجرافيك كان ممتاز والمدينة كانت مليانة تفاصيل وكنت دايما تلاقي حاجة تعملها سواء مهمات رئيسية أو جانبية. اللعبة رقم 6 واللي اسمها نوفا 3 نير أوربيت فانجوارد ألاينس. لو كنت بتحب ألعاب الشوتر اللي بتجمع بين الخيال العلمي والأكشن فنوفا 3 كانت بلا شك واحدة من أعظم ألعاب جيم لوفت في تاريخهم. اللعبة دي كانت بمثابة لعبة هالو بتاعة الموبايل، وده مش مبالغة لأنها كانت بتقدم تجربة FPS ضخمة برسوميات جبارة ومراحل مليانة أكشن. أنت بتلعب بشخصية اسمها كارل ووربن وهو جندي من قوات نوفا بيحاول ينقذ البشرية من تهديد فضائي. القصة كان فيها تقلبات وبتاخدك في أماكن مختلفة من مدن مستقبلية مهجورة لكواكب بعيدة في معارك ضخمة. الجيم بلاي كان ممتاز والتحكم كان سلس جدا مقارنة بألعاب الشوتر القديمة، وكان عندك مجموعة ضخمة من الأسلحة اللي تقدر تستخدمها من المسدسات الليزر لأسلحة مستقبلية خطيرة. غير كده كان في مركبات تقدر تستخدمها زي العربيات القتالية وحتى الروبوتس الضخمة اللي كانت بتديك إحساس مختلف تماما عن مجرد الجري وإطلاق النار. وطبعا ما ننساش الأونلاين اللي كان ممتع جدا، وناس كتير كانت بتفضله على ألعاب تانية وقتها لأن الخرايط كانت كبيرة وأنماط اللعب كانت متنوعة. اللعبة رقم 7 واللي اسمها Brothers in Arms 3 Sons of War. لو بتحب الألعاب اللي بتاخدك لعصر الحرب العالمية التانية فدي كانت واحدة من أقوى الألعاب اللي قدمتها جيم لوفت. اللعبة دي كانت بتقدم تجربة مختلفة عن ألعاب الشوتر التقليدية لأنها مش مجرد إنك تجري وتقتل الأعداء وخلاص، لكن كان عندك عناصر تكتيكية تخليك تستعين بزملائك في الفرقة عشان تنفذ استراتيجيات معينة وتقدر تعدي المهمات الصعبة. القصة كانت قوية جدا وكنت بتلعب بجندي أمريكي بيحارب في معارك مختلفة، وكل معركة كانت فيها تحديات مختلفة زي اقتحام مواقع الأعداء أو تدمير دبابات أو التصدي لهجمات مفاجئة. الرسوميات كانت ممتازة والمؤثرات البصرية زي الانفجارات وضرب النار كانت بتديك إحساس واقعي جدا. ده غير إن الأسلحة كانت مستوحاة من الأسلحة الحقيقية اللي كانت موجودة وقت الحرب العالمية الثانية، وده كان بيخلي تجربة اللعب واقعية جدا. واللعبة رقم 8 واللي اسمها وايلد بلود دي كانت تجربة مختلفة تماما عن معظم ألعاب جيم لوفت لأنها كانت لعبة هاك اند سلاش بأسلوب مشابه لألعاب جود اوف وور، لكنها كانت مبنية على قصة الملك آرثر وفارس من فرسانه اسمه لانكلوت اللي بيتمرد على الملك وبيبدأ حرب ضد قوى الشر اللي سيطرت على المملكة. اللعبة كانت بتقدم معارك ضخمة ضد وحوش وأعداء وبأحجام مختلفة، وكان عندك مجموعة من الأسلحة اللي تقدر تستخدمها من السيوف للفؤوس، وكمان تقدر تستخدم السحر لمهاجمة الأعداء. الجرافيك كان ممتاز خصوصا مع بيئات العصور الوسطى اللي كانت مليانة تفاصيل سواء القلاع أو الغابات أو الكهوف المظلمة، وطبعا كانت فيها مواجهات ضد الزعماء. اللعبة رقم 9 واللي اسمها ايرون بلاد ميديفال ليجند. لو عجبك جو العصور الوسطى فلعبة ايرون بلاد كانت واحدة من أقوى ألعاب الأكشن اللي قدمتها جيم لوفت بنفس الطابع لكن بأسلوب لعب مختلف شوية عن وايلد بلود. اللعبة دي كانت معتمدة أكتر على أسلوب القتال بالسيوف بطريقة شبه لعبة دارك سولز، لكنها كانت أخف وأسرع في الإيقاع وده اللي خلاها ممتعة جدا. أنت بتلعب بفارس بيحاول يوقف جيش من الشياطين اللي بيحاولوا يدمروا العالم، وكان عندك مجموعة ضخمة من الأسلحة اللي بتقدر تطورها مع التقدم في اللعبة. كان في مهمات مختلفة وبعضها كان بيحتاج منك مهارات قتالية عالية عشان تقدر تهزم الأعداء الصعبين، وده كان بيضيف تحدي ممتع للعبة. واللعبة رقم 10 واللي اسمها بليدز برجيت كانت لعبة شوتر أونلاين مع شخصيات كرتونية مجنونة، وكل شخصية كان ليها قدرات خاصة وأسلوب لعب معين زي الجندي اللي بيستخدم الرشاشات أو القناص اللي بيقتل من مسافات بعيدة أو المهندس اللي بيصلح الدروع والأسلحة. كانت تجربة حلوة جدا خصوصا لو كنت بتلعب مع أصحابك لأن الجيم بلاي كان سريع ومليان حركات مجنونة زي الطيران بالمظلات أو استخدام
استخدام الدبابات والهليكوبتر في المعارك. الجرافيك كان متلون جدا بأسلوب كرتوني، وده كان بيخليها مختلفة عن باقي ألعاب الشوتر الواقعية، لكن ده ما كانش معناه إنها سهلة. بالعكس، كان لازم يكون عندك مهارات عالية عشان تعرف تلعب كويس ضد محترفين الأونلاين. وبس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة ل10 ألعاب جيم لوفت مميزين لازم تلعبهم. وبصراحة أنا انبسطت أوي وأنا بسجل الفيديو ده، لأن أنا الصراحة فانز أوي لألعاب الجيم لوفت ديت يا جماعة. بحب أوي ألعاب جيم لوفت عن ألعاب جوه البلاي اللي احنا بنلعبها في العادة، لأن دي ما كانتش مجرد ألعاب، دي فيها طور قصة وفيها أسلحة واقعية وكل حاجة يا جماعة، حرفيا زي ما تكون ألعاب بلاي ستيشن بالظبط. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم تحت في التعليقات، إيه أكتر لعبة من ألعاب جيم لوفت عجبتكم؟ أنا بصراحة عجبتني لعبة نوفا 3. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.